الدين لله والوطن للجميع. أعوذ بالله من هذا الكلام. هذا كلام العلمانيين والملاحدة، يقولون أن الدين لله والوطن للجميع. كل شيء لله، الدين والدنيا لله. يعني يراد من هذه العبارة أن الوطن للجميع، يعني كلنا واحد، الدرزي والنصيري والمسلم والنصراني والإسماعيلي والجعفري. كلا كلا، نحن مسلمون، وليس أخ لنا إلا المسلم في سوريا وخارج سوريا. أما النصيري والدرزي والإسماعيلي والجعفري وإلى ما هنالك والنصراني ليسوا إخوة لنا، إنما هم كفار، ونحن نعتز بهويتنا المسلمة ولله الحمد لله. والله يا شيخنا، قبل ما ارد عليك سؤال، التليفون اللي بايدك شو نوعه؟ وانت بتعرف مين اللي صنعه؟ هذا السؤال لك، بس السؤال اللي بسأله لنفسي انه النصارى، حسب كلامك نصارى، لو عرفوا انه الاختراعات اللي عملوها راح توصل لايد ناس مثلك، كانوا اخترعوها يا ترى؟ او خلوها توصل لعندك؟ امثال المعقدين، يعني ما بعرف شو بدي اقول لك انه امثال المعقدين اللي مثلك اعظم اختراعاتهم هي العلاج باستخدام بول الجمال او اطالة اللحى مع البعير. هي الانجازات تبعك. أهل السنة بالغالبية العظمى هن أهل علم ومعرفة، وهن جيراننا وأهلنا وبيوتنا وحدة. هذا الشيء عجبك ما عجبك بكيفك. قلت لي كلا وكلا، ووثقان من حالك يا عمري. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. أنت بتعرف شو معنات هاي الآية؟ هاي الآية معناتها يا صديقي إنه الله خلق الناس من عدة اعتقادات ومختلفين عن بعض، مو نفس التفكير، مو نفس الآراء، وطلب منهم يتعايشوا. ما قال إذا أنت صح أو غيرك صح لازم يكون عدوك، ما تعترف فيه، ما يكون أخ لك، ما يكون الوطن لك وإله. ما طلب هالشي رب العباد منك. طيب، قصة الرسول مع اليهودي بتعرفها، ما هيك؟ لازم تكون بتعرفها، يعني مطول لي هالدقل لازم تكون بتعرفها. وهي القصة سمعانينا من أهل السنة، مو من عندي يعني. الرسول الكريم صلى الله عليه كان جاره يهودي، وكان هذا الجار اليهودي يحط له الزبالة للرسول كل يوم قدام بيته. وبأحد الأيام هذا اليهودي ما حط الزبالة قدام البيت، فراح الرسول يطمن عن جاره انه ليش ما حطت لي الزباله. طب اذا انت كلامك صح، المفروض الرسول ما قبل يكون جنبه جار يهودي، المفروض قال له هذه وطني، هي ارضي، انت مانك اخي، نحن لسنا اخوه، لا درزي ولا مسيحي ولا يهودي، انتم ما لنا اخوه. لان ليش الرسول ما عمل هيك؟ يا ترى الرسول تصرف غلط او انت الجاهل والغبي؟ في واحد منكم غلط، بس اكيد مش الرسول صلى الله عليه. طبعا انت من وين عم تستمد افكارك؟ ما بعرف. اول شغله فقط لحية وتحريم ما حلل الله، وهو على الاغلب هيك. وقال تعالى بسورة النساء: لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. تعرف شو معنات هالكلام؟ صدق الله العظيم. تعرف شو معنات هالكلام؟ هذا الكلام بيعني انك لا تتسرع بتكفير الناس. ولعلمك هو التكفير اكثر شيء مكروه بالاسلام. ليش؟ لانه ما في غير الله عز وجل بيعلم ما في القلوب. يعني مش كل الإنسان سني مؤمن، ومش كل الإنسان غير سني كافر أو ما مؤمن. وهذا الشيء لا أنا ولا أنت ولا اللي أكبر منك بيقدر يحدده. فما بعرف شغلتك، الله يكون بعونك. طبعا نحن كنا ثقة بأهل السنة والجماعة المعتدلين، اللي هن يعني بيتبعوا ما أوصاهم الله به وما أوصاهم به الرسول من احترام للجار والمحبة وقبول الآخر. فنحن ثقتنا بهي الناس اللي هي الغالبية العظمى بالسنة، الحمد لله. الدين لله والوطن للجميع ما بتعني مثل ما صور لك تفكيرك القاصر انه والله الدين لله والوطن مو لله. لا يا حبيبي، هي معناتها الدين لله معناتها انه لكل شخص فيه له افكار واعتقادات ومذاهب. فهذا الدين خلق او انوجد لعبادة الله بمختلف اشكاله والوانه. والوطن للجميع ما بتعني الوطن مش لله، الوطن للجميع هي الارض، هي الارض اللي الله من فيها على البشر واوجدهم عليها. هي الارض بالنهايه لله، كل شيء نحن لله. الانسان لما بيموت بيقولوا له رجعت لعند ربك، يعني نحن كلنا على بعضنا لله، مو بس الوطن. بس هي بتعني
إنه هاي الأرض لازم نحن جميعا نتعايش ونكون أخوة فيها ونمارس حياتنا الطبيعية. وإذا أنت مو متقبل الآخرين طبعا فيك تروح على شي كوكب فاضي وتبلش تعمل اختراعات بدون ما تعتمد على النصارى طبعا، تعمل اختراعات لحالك وتبث السموم من دماغك النير ولسانك الإرهابي. طبعا بالنهاية بحب أقول تحية لأهلنا السني المسلمين ولجميع الشرفاء من جميع الطوائف والمذاهب، سواء كانوا من العرب أو حتى من إخوتنا الأكراد، لأن كنا أهل، كنا سوريين، كنا أصحاب أرض، ما في شيء بيفرقنا بإذن رب العباد. طبعا نحن أهل هاي البلد ونحن أخوة وما راح تفرقنا غربان عم تنعق بالخراب مثل هذا الأخ اللي سمعتوه. طبعا بموجب كلامه أنا ماني أخوه وما بيشرفني يكون أخي. وكما قلنا سابقا ونعيدها، الدين لله والوطن للجميع، وتحية لشرفاء سوريا، وإن شاء الله بعم الأمن والسلام بين جميع الطوائف ومع الأكراد، كلنا أهل وكلنا أخوي. تحياتي لكم.